أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: جف الغدير وشح الغيم والمطر، واصفر بعد دوام الخضرة الشجر، وازداد عارضها ريح السموم، وقد تنازع الناس أمرا شأنه خطر. ما للحروف وقد أفضى الكلام إلى خير القرون، أخليها وما تذر، أبغي سكوتا وما ألقى له وطنا، كذاك شعري هدر ما به ظفر. فيما الكلام ولا خيرا نؤمله، ممن تقدمه في سيره البقر، فالله يحفظ في عليائه بلدي، من قحة قد سرى في أهلها ضرر. خالي وخال جميع المسلمين غدا، في أرذل الخلق يزرى ثم يحتقر، وعبد كسرى يزكى دون ما حرج، ولا بأجهر منها حين يفتخر. ذاك الذي قتل الفاروق معتديا، ذاك الشقاء له والخزي إن جهر. حاز ابن سفيان فخرا ليس يحجبه حقد الحسود، ولا غيم ولا كدر. أين ابن هند وقد بانت مآثره، من نبح منتقد يهذي فما يذر. أين الذي ملك الدنيا فأسلمها، إن ناح ذو ضعة قد نابه السكر. صلى الإله على عبد تخيره، ليرقم الوحي في قوم لهم خبر. والله يرضى عن الفاروق صاحبه، من كان واليه يولي ويعتذر. كذا الرضاء لذي النورين مثبته، في سلطة قد قضى في مثلها البشر. بل ذاك خصمه في صفين قال لنا، ذنب الفريقين عند الله مغتفر. وكم ترجى بأن تبقى إمارته، حفظا لأمتنا إن نابها الخطر. كذاك سبطه هل خلى خلافته، لغير فارسها لو نالك النظر. أو كالحسين وقد بان الرضاء لنا، من مثل صمته فاصمت نالك الظفر. أو ما سمعت حديث المصطفى بولا، في مدح ذا البيع فافهم أيها الحجر. واذكر وقد حملت لحياك فاحشة، قول الرسول متى أزرى بك الدعر. لا هم فاجعله مهديا وهاديها، واهد به الخلق للإحسان إن أشروا. وغزوة البحر ما أسمى فضائلها، وفخر صاحبها لو كان يفتخر. أو وقعة الروم إذ لاقى فوارسها، من رحمة الله غفرانا وما اغتفروا. وكل ذي نسب لا بد قاطعه، يوم القيامة إلا الحر لو ذكروا. فإنه نسب المختار سيدنا، لو أدرك الناس ما يبقى ويدخر. واسمع كلام ابن عباس فإن له، من حكمة القول ما ترضى له البشر. ما كان من رجل للملك أخلق من مثل ابن هند، وقد أفضى له القدر. كذاك قال فقيه حينما سألت عن وتر صاحبه هاتيكم الزمر. وعن أخيه أبي الدرداء أن له سمتا كسمت رسول الله لو نظروا. بل ذاك ثوب رسول الله أسلمه، حب الرسول له لليمن والشعر. كذاك حدث عن إسناده نفر، من خيرة الصحب يا من أمه النفر. أبو سعيد كذا النعمان صاحبه، جرير ثم أبو الدرداء يعتبر. وابن الزبير كذاك ابن لعمر، وزد ذكر ابن عباس أو من أنجب الحجر. وفي الصحيحين من إسناد فاضلنا 10 و9 من الآثار تشتهر. وللمسور في ذكر الفتى خبر، يشفي غوائلها يا حبذا الخبر. وفي اعتذار حبيب المصطفى مثل، عن قتل حجر لعذر حين يعتذر. والتابعون بقول مثله جهروا، ما ليس يحجبه شمس ولا قمر. وقد تبدلها بالسوء طائفة، في مثل قولهم عجز كذا قصر. تفاقم الظلم حتى لم أجد سببا، إلى سؤاله أين الفقه والنظر. وإن أجبت بشيء من شمائله، فما تجلى بقولي ذلك القمر. قد هالني منظر الخذلان في فزع، لما ذكرت وقد فاتتني العبر. يا عين جودي فإني ممسك قلمي، وما لدمعك إن آثرت مدخر. ويا جفوني خلي عنك واعترفي، بالعجز واقتنعي أن لست أصطبر. سهرت ليلي في خير أمثله، وطال فكري واحتارت بي الفكر. وبات جنبي سلطان يسامرني، فكان فيه عزاء الليل والسمر.